فالمركز الخامس في حلقة النهاردة بنرشح مسلسل نص الشعب اسمه محمد، مسلسل كوميديا من بطولة عصام عمر. وبتكلم المسلسل عن شاب مهندس اسمه محمد بيشتغل مهندس تكييفات في المطار. محمد بيتورط في علاقة حب مع بنتين في نفس الوقت، الأولى واحدة بنت رومانسية جدا جدا، والتانية بنت مادية جدا جدا. وعشان محمد كان بيحبهم بجد فعلا قرر يتجوز الاتنين في نفس الوقت من غير ما يقول لحد. وحياة أمك ايه اللي جاب الزفت ده هنا؟ ده كلب مش بتاع جواز. يا بطه انا عملت لك حاجه؟ ده انا جايب لك ورد. هو انا ناقصه علل على دماغي؟ طب ده انا ربنا بيحبني اني ما خدتش واحده من بيت الست فيها اللي راكبه. حاسه ان انت راجل ومستجدعاه. انت في حته لوحدك يا بطاطا. نص الشعب اسمه محمد. فالمركز الرابع في حلقة فهو المركز الثالث في حلقة النهاردة بنرشح مسلسل عايشة الدور، مسلسل كوميديا من بطولة النجمة الجميلة دنيا سمير غانم. وبتقدم دنيا في المسلسل شخصية جديدة عليها جدا، بتقوم بدور واحدة مطلقة وعندها أطفال. مسؤولية تربية الأطفال صعبة جدا خصوصا بعد الانفصال عن جوزها، لكنها فجأة بتحس بفراغ كبير وبتقرر إنها ترجع عشان تكمل الدراسة في الجامعة. بس واحدة كبيرة وأم لأطفال وترجع للدراسة مرة تانية مع شباب الجيل الجديد، الموضوع هيخليها تقابل مواقف صعبة جدا جدا. يبقى هنا عايزة تأجل الحضور. لا هي لازم تيجي بنفسها. فاطمة ساعاتي، فاطمة ساعاتي. أنا فاطمة الساعاتي. هاخد فرصتي مش هستسلم انا لوكستي. يا انا يا انت يا دنيا وهو بقولها هتدلعي بس وتبسطي. قشطة عليك. قشطة عليك. ودي اتلغت. ياي مان. اتلغت برضه. احلف. احلف اتلغت. أمال سبتولنا إيه نقول؟ المركز التاني في حلقة النهاردة بعد نجاح الجزء الأول أكيد هشام ماجد مش هيعمل جزء جديد غير لما يكون متأكد من نجاح قصته الجديدة. بنرشح مسلسل أشغال شاقة جدا، مسلسل كوميديا بيكمل أحداث الجزء الأول لما بيتعرض دكتور مصلحة الطب الشرعي وزوجته المذيعة المشهورة ياسمين لمواقف جديدة لبيتهم. ياسمين خلاص مش أم لطفلين، لا أم ل4 أطفال. موضوع هيخلينا نشوف مواقف جديدة أكتر من الجزء الأول، خصوصاً لما بنشوف واحدة إفريقية بتساعدهم وهم مش فاهمين منها حاجة، ونشوف واحدة من بتوع الأعمال السفلية وتشتغل عليهم بطريقتها، وغيرهم كتير طول أحداث المسلسل. عيشت رسالتي في الصبيط. أمان عليك، خلي بالك على نفسك. احنا محتاجين نعمل تحليل دي ان ايه عشان نعرف اللي في بطنها ده يبقى ابن مين. أنا بعمل كل ده عشان أنا عايزة أخلف. ما تحاولي مع جوزك. ما أنا حاولت، عندنا مشاكل. حاولي مع الدكتور. حاولت بس بيحب مراته. يا نهار اسود، الدخان ده. تجوادي فين دكتورة؟ انا هنزل هنا على جنب. بيضة اطفح. صدقت خلصت منكم. استنيني هنا ما تتحركيش، يبقى هطلع مش هلاقيكي. عربي. انا عربي حصل لي ايه؟ ما انا جاي لك اهو. يخرب بيت البنج، انا فاكرك جاي. ايه اكبر بحر في العالم؟ البحر الأعظم. ده شارع. يبقى أكبر شارع في العالم البحر الأعظم. أنا اشتغلت 10 سنين عند دكتور تجميل. وده حولك ازاي؟ بوتوكس في القورة، رفع لي كفوني، شفط لي بطني. عارفة فين المكان الوحيد اللي ما عملتوش؟ هتقسمي العضلة 4/4 وتاخدي الحقنة في الربع اللي فوق يمين في المقص. بوايا بقى بوايا تمساح. ابوها عنده تمساح. ابو عبده. لا انا اتعميت يا ياسمين. يا لهوي. المركز الأول في حلقة النهاردة بنرشح مسلسل النص، بطولة أحمد أمين لما قرر يعتمد على كوميديا قصص مقتبسة من كتاب مذكرات نشال. أحمد أمين بيلعب دور عبد العزيز. عبد العزيز نشال محترف من نشالين فترة العشرينات أيام الاحتلال، بس النشال عبد العزيز قرر يبطل السرقة ويتوب. هيتوب بعد ما نشل البلد كلها. بس عبد العزيز مش بس هيتوب، قرر يشكل فرقة من النشالين ومعاهم رقاصة وضابط، وقرر بتشكيل الفريق المحترم يحارب الاحتلال.
عشان يتحول من نشال لبطل كبير جدا. انت عارف انا ليه سموني النص؟ لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.